ماجد قاعد بس بهاي الغرفة. قواك الله سيد، خلينا نطب عليه. اشرب لك مية. جزاك الله خير. هاي الغرفة اللي قاعد بيها. ميزان حسناتك. سيد هذا تسهيل ابا عبد الله. سلام الله عليك يا ابا عبد الله. سيدي ومولاي الحسين. اي والله سلام الله عليك. الحمد لله والشكر. سيد اليوم هاي الناس تجيك، احنا سبب الله عز وجل سهل. اي والله انت السبب والله. شاوين اعرفك تعرفني. لا والله الله بعثك الي. الحمد لله والشكر. هسه شلونك سيد؟ الله كريم. جابوا لي مكيف. كنت اشرد من الحر، غرفتي ما بيه مكيف. وهسه جابوا لي الواد مكيف. ان شاء الله الخير جاي. انت السبب. خادم هذا سيد. خادم. يعني تخيل انتم ماجد قاعد بس بهاي الغرفة. قواك الله سيد، خلينا نطب عليه. اشرب لك مية. جزاك الله خير. هاي الغرفة اللي قاعد بيها. تعال سيد تعال سيد، استقبال كامل. اليوم مكيف جابوا لك؟ البارحة بالليل جابوا لي. كان ما عندك مكيف؟ ما كان عندي مكيفات وكلها بالحر، قضيت هاي الصيفية كلها بالحر. وضعيتي هاي تعبانة، بيت ما أملك، هاي بس هاي الغرفة أملكها. هاي حتى هاي القاعة اللي باني لي بها الغرفة، حتى هاي القاعة اللي باني لي بها الغرفة شبر ما أملك بها. تعال ما تحس العالم جدك، هذا اخ من بغداد جايك. والله والنعم منه. جزاه الله بخير. اي والله والنعم منه ابو علي. الساعة ب3 الفجر طلعت؟ والله ب3. بس شفت المقطع. اي والله. اخواني الاعزاء، جزاكم الله الف خير الجزاء. هذا حال سيد ماجد اللي عايش بيه بهاي الغرفة. يمة السما الغرفة، يعني بس هذا المكان اللي ينام بيه. لا تبكي فدوى روح لك. كاف لا تبكي، ان شاء الله فرجت. انا اطلب من عندكم طلب اخوي، اللي يريد يساعد سيد ماجد، اللي يريد يساعده، تعليقاته هواي والتفاعل هواي، لكن لحد هسه ما لمسنا شيء يعني. فقط المكيف الاخ اللي جانا من بغداد، محافظ البصره جزاه الله الف خير الشيخ اسعد العيداني دز وفد، اطلعوا على حال سيد ماجد، وننتظر ان شاء الله انه يقدمون له مساعده. سيد ماجد بامس الحاجه انه وقف له اخونا سيد ماجد. يقول انا ما عندي اخوان، سماها اخوتك. انتوا اخواني. احنا خدام لك. فخلنا نفزع له فزعه اخوه. خلنا نصير مثل ابو علي من بغداد. بس شاف المقطع من بغداد حرك واجى للبصره، وما يدري وين مكانه ولا يعرف وين مكانه. بالتالي الصبح طالع من بغداد هسه بالبصره هو، حتى يقدم مساعده سيد ماجد.